هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا جماعه؟ هي الناس بقت بتفتح الكاميرا حتى وهي في اوض النوم كده عادي. كل شويه نشوف فيديو جديد وكل مره يقول لك حريه شخصيه. بس المره دي الموضوع كبير، وصاحبته اسمها رحمه محسن. ايه الحكايه وايه اللي حصل بالظبط؟ تعالوا نشوف. لا بجد يا جماعة، هو احنا وصلنا للمرحلة دي؟ بقى الناس بتفتح الكاميرا وهي في اوض نومها وتقول لك انا مش بعمل حاجة غلط، بس في نفس الوقت الفيديو نلاقيه نازل على السوشيال ومكسر الدنيا. يعني تلاقي ان الخصوصية كأنها بقت ايه، شالنج او تحدي. اللي حصل مع رحمة محسن وده مش اول مرة يحصل، بس هو دليل واضح على ان الناس بقت عايشة في عالم غريب جدا. وكمان العالم ده بيقيس قيمتك بعدد المشاهدات مش بالمبادئ. بالمناسبة يا جماعة، الفيديو ده نازل أو رحمة محسن قالت إن ده جوزها، والقسيمة موجودة قدامكم على في الفيديو، يعني مرفقة إيه مع الفيديو. إحنا مش بنقول إن هو مش جوزها أو إن هي بتعمل علاقة محرمة، ولكن إحنا بنتكلم إن ليه دلوقتي يعني أسهل حاجة نعمل علاقة، حتى العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته، بقى نفتح الكاميرا ونسجل فيديو، مع إنك أنت هتعمل معاها الوضع ده مرة واثنين وثلاثة وألف. ايه القصة ان انت لازم يعني تصور اللحظة؟ ايه الجمال ان انت عايز تصور اللحظة؟ يعني دي بصراحة حاجة انا ايه، مستغربها ونفسي افهم. ده لدرجة ان الناس بقت تعمل ايه، اخراج واضاءة وزوايا وكادر، وتلاقي ده بيتكلم وهي بتتكلم وتقول له لا صور نفسك، وتقول يعني تحس ان الفيديو ايه، كأن الموضوع عادي، اوضه النوم عادي نخشها ومفيش اي مشكلة. كمان ايه، في فرق بين انك انت تشارك لحظة من حياتك وبين انك انت تفتح حياتك كلها زي باب الشقة كده ايه، في رمضان اللي داخل يخش يتفرج واللي خارج خرج بعد ما ايه، ما خلص فرجة. يعني فين الخط الايه الفاصل بين ايه، ان انا بعبر عن نفسي وان انا ببيع نفسي للمشاهدات؟ برضه احنا هنكرر ونقول الفيديو مش نازل عشان المشاهدات. ورحمة محسن نفسها اكدت ان زوجها او طليقها دلوقتي ابتزها ماديا وهددها ان هو هياخد منها فلوس مبلغ معين في مقابل ان هو ما ينشرش الفيديو. فهي قالت له انشر، يعني زي ما تقول انا كده كده انا جوزي. بس طبعا ايه، تقدم ايه ضدها بلاغات وتعمل لها محاضر لان هي نشرت محتوى خادش. وطبعا احنا معروف زي ما حصل مع ايه، مع هدير عبد الرازق اللي اتنشر لها ايه، بدل الفيديو 2 و3 وهي عايشه حياتها ومحدش جه جنبها. هو ده برضو اللي هيحصل. زمان لما كانت الكاميرا بتطلع في البيت الناس كانت بتتكسف، وفعلا حتى في الشارع لما تيجي تصور كاميرا تلاقي اللي يعمل لك بايده كده، واللي يقول لك ما تصورنيش، واللي تداري وشها، واللي تجري، واللي تحط الطرحه على وشها. النهارده بقى مش عارف، الناس اي حاجه عايزه تعملها تصور. واحده بتطلق تصور، واحده بتطبخ تصور، واحده بتهزر مع جوزها هزار تقيل ولا خفيف تصور، واحده ابنها بيسنن تصور، واحده بترضع تصور، واحده عندها بيريود تصور. في ايه يا جدعان؟ وتلاقي طالعه لنا بالاولويز وتقول لك اصل الاولويز ده صحي واصل الاولويز ده مش صحي. ما اهدوا، اهدوا الموضوع، يعني ما بقاش يعني ايه، مش كل حاجه تبقى ترند كده. يعني خلوا حاجه للبيت وللحياه، ده المفروض الناس ما تطلعش عليه. ويعني مش لازم الناس تعرف حياتكم الشخصيه يا عم، انا ولا هزيد ولا هنقص عشان يبقى محتوى حضرتك حياتك الشخصيه. ماشي؟ ده اسمه مرض، وده اسمه مرض، اسمه ادمان الظهور. وده بصراحه مرض اخطر من اي ادمان، يعني لان اللي بيعمله مش حاسس ان هو مريض. وبصراحه انا برضو مش هقول الناس تتحبس، بكرر الناس دي محتاجه تتعالج، محتاجه تتعالج من حاجه اسمها هوس السوشيال ميديا. ماشي؟ وان التليفون ده يتسحب منهم فتره معينه لحد ما الادمان ده يخرج من دماغهم، والناس تبدا ايه، تستقر نفسيا، ويعرفوا ان يعني مش حياتنا لازم تبقى على المشاع. مش لازم يا عم اوضه نومك تبقى بتصور لي فيديو اصلا انا عايز اتفرج عليكي. اتفرج عليها يا اما مراتك يا ابني، مراتك يا حبيبي، وهتبقى متاحه ليك في اي وقت تحتاجها ما دام حلال ربنا وشرع ربنا. مش لازم تقعد تصور وبعد ما الفضيحه تنزل اصله كان جوزي، اصل قسيمه الجواز اهي. طب ما كمل الاول، لما يجي يصورك ولا لما تيجي تصورك قول لا لا، اللي بينا في اوضه النوم هو اللي بينا في اوضه النوم، محدش يعرف عنه حاجه. انما ما نلاقيهوش مشاع، حرام، ده ما يرضيش ربنا والله العظيم. يعني في النهايه يا جماعه، الشهره مش دايما نجاح، والسوشيال ميديا مش دايما حريه. وساعات دقيقه واحده على الكاميرا
ممكن تبوظ سنين طويلة من الاحترام. فخليك واعي، لأن الكاميرا عمرها ما بتنسى، والناس برضو عمرها ما بتنسى. لو عجبك الفيديو ما تنساش المتابعة والشير والكومنت، واشوفكم على خير